السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله ضمن اقتراحات عيد الفطر غادي نشارك معكم بلاطو بريستيج. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا 3 الانواع نتاع الحلويات اللي فيهم النوغا، فيهم حلويات بدون فرن. ان شاء الله ينالوا اعجابكم استحسانكم وجربوهم. عندي البخاليني اللي خدمته في الدار، يعني تقدروا تشريوه اذا ما توفرش. غادي نسك لكم الرابط نتاعو سبق لي وخدمته معكم في القناه. عندي 3 المعالق اللي يكونوا مملوئين من البخاليني تاع اللوز، وعندنا الحليب المركز المحلل اللي غادي نكونوا خدينا منه النص نتاع العلبه. غادي نخلطوهم مزيان. هنا كان المفروض انني ندير الفيتين، فخديت من كارفور كريب دونتيل اللي كنخرج لي بهذا الشكل هذا فيه شوكولا. كاين بزاف الانواع وكاين الفيتين الحقيقي اللي كنعرفوا، فانتم غادي ديروا تقريبا 40 غرام تاع الفيتين. غادي نخلطو مزيان. بالنسبه للمكسرات عندي فقط نوع واحد اللي هو الكركاع اولا الجوز اللي صهدته في الفرن وهرمشته بهذا الشكل هذا. كيخصو ضروري يبقى شويه يعني مهرمش. فكيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لكم البنات، اذا بغيتوا ديروا كاوكاو، بغيتوا ديروا اللوز، بغيتوا ديروا خليط ميكس نتاع المكسرات تقدروا ديروه. انا سبق لي خدمت معكم بزاف الانواع بالكاوكاو او الفول السوداني، فغادي نترك لكم الروابط. هنا بغيت نبدل واحد شويه، فهاد الشكل هذا كيجي رائع. فغادي نخدموا في هاد السيليكون هذا كيف ما شفتوا معايا. هذا راه متوفر البنات حتى في المغرب راه كاين. غادي نبقى كنبسطهم ومن بعد غادي يعني لا لقيت شي نواقص كنعاود نزود الحشوه نتاعي. هنا بالنسبه لهذا الشكل هذا راه ما شاء الله كيكون كبير، فما كيعطيناش حبات كبار في هاد يعني في هاد الشكل هذا. هنا كيف ما شفتوا معايا دخلته المجمد حتى تجمد، خرجت وهذا هو الشكل نتاعو. خديت شكلاط ابيض اللي ضفت عليه القليل من شكلاط اسود باش كيعطيني هذا اللون هذا. وهنا كنبقى كنحط النص نتاع القالب نتاع السيليكون من شوكولاته وكنغطس فيه يعني الحبه نتاعنا وكنعاودو ندخلوه للمجمد عفوا. هنا عندي النوغا نتاع اللوز ايفيلي او رقائق اللوز اللي سبق لي وقدمتها. غادي نترك لكم حتى هي الرابط. هنا خدمت غير 100 غرام، فهاد 100 غرام راه كتخرج لينا كميه ما شاء الله. عندي قشور البرتقال حتى غادي نترك لكم الرابط بدون اطاله. يعني الا جيت غنخدم معكم كلشي هادشي راه غادي يجينا الفيديو طويل. هنا القشور نتاع البرتقال، بما اننا في هذا الوقت هذا مازال عندنا البرتقال، فنقدروا اننا نخدموا واحد الكميه نعسلوه ونحطوه في كونجيلاتور كيبقى يعني كنخدموا به الحلويات نتاعنا. خديت وقطعت يعني شرائح تكون رقيقه البنات بزاف بزاف بزاف. خديت الشكلاط الابيض كيف ما شفتوا ذوبته، وهنا يعني هذوك الشرائط او شرائح اللي كتكون رقيقه كنوضعوا غير 2 فقط او لا 2. فهنا بلا ما تضغطوا بزاف. انا هاد يعني الحبه هذه راها خرج لي من الجنب شكلاط. بالنسبه لي غادي نعاود نخدم معكم باقي الحبات. هنا كنديروا قشره البرتقال كيف ما شفتوا معايا. نكملوا باقي السيليكون باش كتجينا الخدمه تاعنا يعني سريعه، وكنبداو كننزلوا في النوغا. هاد النوغا كتجي رائعه رائعه. مع الشرح المفصل غادي نتلقاوه ان شاء الله في خانه الوصف. ان شاء الله غادي نحط لكم روابط حتى روابط ديال حلويات اخرى. هذه النوغا نتاع الزنجلان اللي خدمتها في هاد السيليكون حتى هي غادي نخلي لكم الرابط مع الشرح المفصل. هاد الشوكولاته اللي كتشوفوا معايا شوكولاته سوداء، فانا بغيت نزيد نعطيها واحد اللون اللي هو اسود غامق، فغادي نضيف ليها هاد الاضافه نتاع الكاكاو وكنعززوا الطعم نتاع الشوكولاته الحقيقي. ضفت اول حاجه الزيت. هنا ما سرعتش، ضفت الزيت باش ما كيتجمعش عندي داك الكاكاو بسرعه، لان هاد الكاكاو نوع جيد. خديت 2 ملعقه فقط صغيره من بودره الكاكاو، وغادي نبدا يعني كيف ما كتشوفوا معايا كنحرك بهذا الشكل هذا. هاد النوع نتاع الشكلاط كنخدموه حنا حاطينه على بان ماري.
ضروري البنات لانه بسرعه كيتكتل. فهنا كيف ما شفتوا معايا غادي نزيد مازال شويه نتاع الزيت باش كيرخف لي هاد الشكلاط نتاعي ونقدر انني نخدم به. فبالنسبه للاضافه نتاع الكاكاو بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا واخدين بديل شوكولاته ماشي شوكولاته الحقيقيه، ضيفوا هذه الاضافه وشوفوا كيفاش كتجي رائعه، وحتى يعني كتعزز لينا داك الطعم، وحتى لا كولور كتجي روعه. هنا كيف ما شفتوا معايا النوغا راني مطيباها شحال، هذا غير رجعتها في السيليكون. ف الشرح نتاعها كله غادي تلقاوه ان شاء الله في الفيديو. هنا كنحط وكنضربوا على البلان دو طرافاي باش انها كتبسط عندنا هذيك الشوكولاته. هنا عندي الزنجلان الابيض اللي غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه هكا كيف ما كتشوفوا معايا. عندي الورق نتاع الورد اللي غادي نوضعه حتى هو للزينه، وعندنا البيستاش اذا توفر، اذا ما توفرش البنات تقدروا توضعوا حبه قطعه صغيره نتاع المشماش المجفف، تقدروا توضعوا اي حاجه حبيتو للتزيين. كذلك لي فروي كونفي ممكن انكم تاخذوا اللون الاخضر هو اللي توضعوه، فاللي توفر عندكم البنات كتخدموا به. هنا غادي نكمل معكم بعض الحبات. ومني غادي نكمل البنات بدون اطاله لان الفيديوهات راه كيجيو مع التسريع كيجيو طوال، فغادي نحطهم في المجمد حتى كيجمدوا واحد المده نتاع 10 دقائق تقريبا، وكنديموليوهم والشكل تاعهم النهائي غادي نشوفوه معايا. هاد الشكل حتى هو كيجي رائع وشكل زوين وجديد وسهل وخفيف. والنوغا صراحه البنات اذا باقيين ما مجربينهاش فجربوه لانها فعلا سهله وكتستحق التجربه. هنا بالنسبه للبنات اللي الاشكال فبدون اطاله كيف ما ذكرت ديموليت هاد الشكل هذا، والزوائد اللي عندنا من الشوكولاته من الجوانب كنديروا واحد السكين وكنبداو كنزولوا فيهم. بالنسبه للنوغا نتاعنا هي هذه، غادي نشوفوا كيفاش كتخرج بهذا الشكل هذا. يعني اللمسه اللي غادي نضيفوها هي الورق نتاع الذهب اللي غادي تعطينا واحد اللمسه رائعه في هاد الاشكال كاملين، وكتضيف واحد الاضافه اللي غادي نشوفوها معايا ان شاء الله. بالنسبه للبنات القشور ديال البرتقال اذا ما توفروش يعني كنديروا البديل اللي هو المشمش المجفف، كنقطعوه غير شرائح رقيقه بزاف. نحاولوا ما امكن اننا ما نخليوش هذوك الشرائح يكونوا غلاظ. اذا كانوا غلاظ بزاف البنات راه كيجيو هكا بحال كنقولوا حنا معنكشين في مع الشوكولا. هادو هما الشكيلات كيف ما لاحظتوا معايا كيجيو رائعين. وهذا الورق نتاع الذهب اللي غادي ناخذه وغادي نبقاو فحال ليله يعني كنحطو في القطعه نتاعنا كامله، يعني ماشي غير في واحد الجزء واحد وهكا بحال كنعاودو يعني بحال غادي نثبتو اولا نجرو هذاك الورق نتاع الذهب باش انه كيمشي لينا في القطعه كامله. يعني كان يعني بالنسبه لهاد النوغا هادي هاد الزين هذا في الحقيقه احسن من الفيديو، يعني كيجي رائع وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. بالنسبه لهذا الشكل حتى هويا وضعت فيه هاد الورق نتاع الذهب وكذلك هاد الورد كيف ما كتشوفوا شكل مبسط وجميل وممكن تخدموه باش ما بغيتو. انا كيف ما ذكرت غادي نخلي لكم كامل الروابط وانتم اختاروا اللي عجبكم واللي بغيتو. يعني القناه ما شاء الله فيها بزاف ديال الحلويات بدون فرن، فما تنساوش انكم تشوفوا الفيديو اللي حطيته البارح نتاع الصابلي لانه فعلا كيستحق
المشاهدة. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما ديموليت النوغا نتاع الزنجلان نتاعنا. هذا هو الشكل نتاعو، والنوغا نتاع رقائق اللوز الشكل اللي خدمناه بالقرقاع. فنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم واستحسانكم، وتجربوا هاد الحلويات، وما تنسونيش من اللايك والتشجيعات. وهنا الفيديو يعني أولى الحلويات عن قرب. إلى اللقاء في فيديو جديد مع حلويات فاطمة زهر.